برضه جاب احمد شريف، وده انا كنت قلته في اقتراح الفيديو لو الزمالك عايز يرجع ينافس تاني. وتعاقده مع المهدي سليمان ليه مش عارف بصراحه، يعني هو انت لو مش هتبيع عواد فهي صفقه مالهاش لازمه وهتعمل ازمه على الفاضي، والزمالك يعني كده بقى عنده 3 حراس كبار، يعني محمد عواد والمهدي سليمان وصبحي، فمش عارف بصراحه الموضوع هيمشي ازاي. الزمالك برضو جاب شيكو بنزا، وهو بصراحه لعيب جامد في الفيديوهات، بس بصراحه دايما اللعيبه الاجانب قبل ما تيجي الزمالك بتبقى جامده قوي، ما تعرفش بقى بتيجي الزمالك ايه اللي بيحصل. وبرضو تعاقدوا مع الفينا بيزيريا وشكله لعيب جامد بصراحه. وبرضه الزمالك اتعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فاركو. هو بالنسبه لي عمرو ناصر كان هداف فاركو، لكن انا شايف ان احمد شريف احسن وافيد منه. والزمالك جاب ادم كايد، وبصراحه يعني انا شايفه لعيب عادي جدا. وجاب محمد اسماعيل، وبصراحه لعيب جامد قوي. والزمالك برضه اشترى احمد ربيع زي ما رشحته في الفيديو، لكن سبحان الله كده اتصاب قبل ما الموسم يبدا، ما تفهمش اتصاب ازاي. زي برضه ما تعرفش محمود جهاد اتصاب ازاي.